أهلا بك. روان بن حسين حديث الصحافة التركية بعد رصدها مع طليق هداسيا. شاهد كيف ردت. حضرت مساء أمس الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين زفاف صديقتها في تركيا، الذي ضم حشدا كبيرا من النجوم والشخصيات المهمة في تركيا، إلا أن الصحافة التركية ركزت على روان بعدما شوهدت في حفل الزفاف إلى جانب طليق النجمة التركية هديسة رجل الأعمال الشاب محمد دينتشارلر. Şimdi geliyoruz, Mehmet Dinçer arıyoruz. İkili bu görüntü. ذهب الإعلام التركي المعني بشؤون المشاهير إلى ترجيح وجود علاقة تجمع روان ورجل الأعمال، لا سيما بعد رصد أكثر من فيديو لهما في الحفل وهما منسجمين، إذ خصص برنامج تركي فقرة للتساؤل حول طبيعة العلاقة التي تجمع دينتشارلر بامرأة غامضة، وعرض التقرير أكثر من مقطع فيديو يظهر تقربهما مع بعض. الصحافة التركية كانت بالمرصاد لمعرفة المزيد ما يدور بين روان ودينتشارلر، إذا سألت روان بالتركية عن علاقتها برجل الأعمال، فردت روان باللغة الإنجليزية: لدي أغنية جديدة اسمها أديوس، وهو ما قسم الآراء في شأن رد الأخيرة، إذ سخر البعض من ردها مشيرين إلى أنها لم تفهم السؤال لأنه باللغة التركية، فيما اعتبر آخرون أنها تقصد هذا الرد لعدم رغبتها في الإجابة عليه. إلا أن روان التي حرصت على نشر مقاطع فيديو من حفل الزفاف في حسابها عبر الانستجرام، والتي ظهرت فيها تتفاعل مع الأغنيات التركية وتردد إحداها، كتبت: لطالما كنت أرغب في حضور حفل الزفاف في تركيا، وقد حققت هذه الرغبة صديقة عزيزة على قلبي. كما ردت عما سئلت عنه من قبل الصحافة التركية في محاولة للإشارة إلى أنها فهمت ما سئلت عنه وتقصد الإجابة بهذه الطريقة، فعلقت على صورة نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها على الانستجرام، كتبت عليها: الصحفي يسأل روان: هل أنت في علاقة؟ روان: اترك صراعات الناس وركز على أهدافك.